تعال اما اقول لك ازاي تتخطى كوت ديفوار في 4 خطوات بدون معلم. قبل ما اتكلم في اي فنيات حابب اوجه رساله الى زعيم التشكيل العصابي او ما يعرف بالجهاز الفني لمنتخب مصر كابتن حسام حسن. كابتن حسام، طبيعي جدا ان انت تلاقي مشجعين من المغرب ما بيشجعوش منتخب مصر او بيشجعوا اي منتخب بيلعب ضد منتخب مصر، ومش عشان منتخب مصر هو المنافس ليهم في البطوله والكلام الحمصي ده، لا، هو مرضيه كده وخلاص. يا راجل، ده انت ولاد بلدك مختلفين عليك. يعني كابتن عصام الحضري لو طالك اصلا هيناولك بنص بطيخه في وشك. عايز المغاربه يشجعوك؟ ابوس ايدك امسك اعصابك وبلاش اشتباك من اي نوع مع اي حد. لو حبكت قوي يعني يا كابتن تتشكل مع حد، بلاش يكون حد غريب. يعني روح امسك مثلا في كابتن سعفان الصغير. كابتن سعفان الصغير اصلا خطر، يعني نسبه ان هو يكون مسقف موس في بقه دي نسبه كبيره قوي. اقول لك على حاجه، افتح صلاح محسن، روح عض الواد احمد عيد من ودانه، بس ابوس نافوخك يا كابتن بلاش خناقه مع حد غريب. بالمناسبه دي اول خطوه في ال4 خطوات، الهدوء التام، لان التحلي بالهدوء التام بالتبعيه هيتنقل للعيبتك زي بالظبط التوتر الزياده ما هو هيتنقل لهم بالظبط. نخش على الفنيات. كابتن حسام بيفضل ان هو يلعب ب4 مدافعين لو هيهاجم الفرقه اللي بتلعبه، وب5 مدافعين لو هيدافع قدام الفرقه اللي هتلعبه. انا بصراحه ما عنديش مشكله في الكلام ده، وبفضل ان احنا نلعب ب5 مدافعين، خصوصا بعد الحاله المزريه اللي ظهر عليها خط الدفاع والاصرار الغريب على مشاركه كابتن محمد الشناوي اساسي. لكن المشكله الرئيسيه هنا بالنسبه لي هي اختيار اللعيبه وادوارهم. يعني في ماتش بنين مثلا كان في 4 لعيبه مركزهم الاساسي جناح، ولا واحد فيهم كان بيلعب في مركزه الاساسي. صلاح ومرموش بيلعبوا فراوده، تريزيجيه وزيزو وابراهيم عادل بيلعبوا تمانيات في نص الملعب. الملعب بتاعنا بحس ان هو مخنوق من كتر ما اللعيبه ما هي مش عارفه هي واقفه فين وبتلعب وهي مش مستريحه او مش على عدلتها. حل كل ده هو تحديد الادوار الاساسيه لكل مركز، والاهم من ده الاختيار الصح للعيب اللي هيقوم بالدور ده، او بالبلد يا كابتن حسام لعب اللعيبه في اماكنها. الخطوه الثالثه مصطفى محمد. باختصار شديد مصطفى محمد لازم يبدا الماتش ده، وللاسف انا عارف ان ده مش هيحصل، بس خليني اشرح لك ليه. مصطفى هيساعد المنتخب في حاجتين مهمين جدا. اولا الطلوع بالكوره، لان احنا في الغالب هنلجا للكور الطويله، وده مصطفى هيساعدنا فيه جدا لان هو مميز قوي في العاب الهواء، ويقدر يطلع الفرود اللي بيلعب جنبه ويوديه على الجون بكل سهوله، سواء كان صلاح او مرموش، زي ما شفنا الاسيست اللي عمله لصلاح. وصلاح ومرموش بنسبه كبيره بيحتاجوا مساحات عشان خطورتهم تبان اكتر. ثانيا القوه البدنيه اللي عند مصطفى اللي هتساعده ان هو يقعد هو والمساكين يطحنوا في بعض طول الماتش، لان زي ما هو متوقع في الماتشات اللي زي دي بيبقى فيه التحام بدني كبير جدا. الله يمسيك بالخير يا عمرو يا زكي. الخطوه الرابعه التماسك الدفاعي. التماسك الدفاعي خصوصا في اول 20 دقيقه. عايزين نلبس جون في اول الماتش يجبرنا ان احنا نفتح خطوطنا بدري، لان ده هيخلينا ببساطه نعاني مع السرعات اللي بيمتلكها منتخب كوت ديفوار في الخط الهجومي. قولوا لي في الكومنتات ايه هو افضل تشكيل يبدا ماتش بكره. لو وصلت لحد هنا في الفيديو حابب اشكرك. ما تنساش تعمل فولو وشير ولايك وسبسكرايب. اشوفكم الحلقه الجايه من الكام في السخان. سلام.